إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والسامعين جميعا من البدع ومن الضلالات ومن النار ومن غضب الجبار سبحانه وتعالى. أما بعد عباد الله، وقفتنا اليوم مع أمر عظيم ومع أمر خطير، من تركه فقد كفر. جعل الله عز وجل هذا الأمر ميزة بين الإيمان وبين الكفر، هذا الأمر الذي فرضه الله عز وجل على العباد، وجعلهم يؤدون هذه العبادة في اليوم أو 5 مرات في اليوم والليلة. إنها الصلاة، هذه الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، وهي الطريقة التي يناجي بها العبد خالقه، هي عمود الدين وقرة العين، وهي الطريقة التي يناجي بها العبد خالقه. هذه العبادة العظيمة الذي جعل الله عز وجل لمن تركها وفرض عليها عقوبات لمن تكاسل عن هذه العبادة ولمن تركها. فقد جعل الله عز وجل لتارك الصلاة 3 عقوبات. هذه ال3 العقوبات جعلها لمن أدى الصلاة رياء، ولمن أخر الصلاة، ولمن ترك الصلاة بالكلية. فأما العاقبة الأولى التي جعلها الله عز وجل لمن أدى الصلاة رياء هو قول الله عز وجل: فويل للمصلين. من هم يا الله؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جعل الله عز وجل هذه العقوبة لمن أدى الصلاة رياء، جعل الله عز وجل الويل والعذاب الشديد لهذا الصنف من الناس ممن يؤدون الصلاة رياء ولا يخلصون هذه العبادة لله جل وعلا. ثم جعل الله عز وجل عقوبة أخرى لمن أخر الصلاة عن وقتها، فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا هذا واد في جهنم شديد قاعه، خبيث طعمه، بعيد قعره، وإن أودية جهنم لتستعيذ من هذا الوادي من شدة حره، لتستعيذ من هذا الوادي من شدة حره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معنى أضاعوا الصلاة أي لم يتركوها بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها. وقال أحد السلف رضوان الله تعالى عليهم: أضاعوا الصلاة أي أخروا صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وصلاة العصر إلى صلاة المغرب، وصلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وصلاة العشاء
العشاء إلى صلاة الفجر، وصلاة الفجر إلى طلوع الشمس والعياذ بالله. أخروا الصلوات وتخلفوا عن الجماعات عياذا بالله. وهذا الصنف من الناس كثيرا ما نجد هؤلاء الصنف، نجد بعضهم يجلس في مجالس القات حتى يسمع المؤذن يؤذن لصلاة العصر، والمؤذن يقول هيا على الصلاة هيا على الفلاح، ولا يحرك له ساكنا ويبقى على تلك الحال حتى يأتي وقت صلاة المغرب، ثم يقوم فيصلي العصر مع المغرب عياذا بالله جل وعلا. أخر صلاة العصر عن وقتها فأنى تقبل من غير عذر شرعي عياذا بالله. عباد الله، أما العقوبة الثالثة التي جعل الله عز وجل هذه العقوبة لمن ترك الصلاة، وهو قول الله عز وجل في سورة المدثر حين يسأل أهل النار ما سلككم في سقر، ماذا يكون أول جوابهم؟ قالوا لم نك من المصلين. انظروا إلى أول جوابهم، قالوا لم نك من المصلين. لم يكونوا من المصلين، كانوا يسمعون النداء في المساجد ولا يحضرون صلاة الجماعة، كانوا يسمعون الواعظين ويسمعون الخطباء ينادونهم وينذرونهم ويحذرونهم، ومع ذلك يتخلفون عن الصلوات ويتركونها عياذا بالله جل وعلا. عباد الله، وهناك قصة عظيمة لثلاثة من الشباب ممن كانوا يتخلفون عن الصلاة. هؤلاء الشباب ذهبوا رحلة فإذا بهم في خط سريع، إذ حصل لهم حادث فظيع، فمات على إثر هذه الحادثة 2 من الشباب وبقي شاب آخر. فجاء رجل المرور إليه وقال له قل لا إله إلا الله، فكان يقول ذاك الشاب أنا في سقر. ولعلي قد قصصت هذه القصة من هذا المنبر. فكان يقول الشاب أنا في سقر ورددها مرارا حتى قضي عليه. فرجل المرور تعجب من هذه الكلمة وصار يبحث عن هذه الكلمة. انظروا أين وجدها في كتاب الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. انظروا، تخلف عن الصلاة فكانت الخاتمة السيئة لذلك عياذا بالله جل وعلا. أتدرون ما هذا؟ سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. هذه سقر، عذاب شديد أعده الله عز وجل لمن تخلف عن الصلاة ولمن تركها. فوا عجبا والله لنا نرى شبابا يعادون الصلوات ويتخلفون عن الجماعات مع أنهم بجوار بيت الله جل وعلا ويسمعون النداء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر ذلك الأعمى الذي استأذنه في أن يؤدي الصلاة في بيته، فكيف حالنا نحن جميعا ونحن أمام بيوت الله ونمكث أمام بيوت الله وبيوت الله في كل قرية؟ فلماذا التساهل وبيوت الله فارغة عياذا بالله جل وعلا؟ يجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن نقف وقفة مع أنفسنا وأن نعلم أننا ما وجدنا بهذه الحياة الدنيا إلا لأداء العبادة لله عز وجل، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
فما أوجدنا الله عز وجل في هذه الدنيا إلا للعبادة، فلماذا نتخاذل عنها؟ فالصلاة هذه من أعظم القربات، وهذه العبادة عظيمة شرفها الله عز وجل. يقول بعض أهل العلم: إذا أردت أن تكلم الله عز وجل فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله عز وجل فعليك بالقرآن. فنحن في هذه الأيام نتساءل جميعا عن الصلوات، سواء نؤخرها عن وقتها أو نصليها رياء أو نتركها بالكلية عياذا بالله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، وهناك قصة عظيمة أيضا لامرأة كانت ممن تحافظ على الصلوات لا تترك فرضا. هذه المرأة العظيمة كبرت في السن فمرضت مرضا شديدا، فجاء ولدها البار وأخذها إلى المستشفى، فمكثت في العناية مدة من الأيام، ثم نادت بولدها وقالت: أي بني، أتريد الجنة؟ أتريد الجنة؟ فقال ولدها: نعم أريد الجنة. فقالت له أمه: أخرجني من هذا المستشفى، أخرجني من هذه الغرفة، فقد سئمت من هذه الغرفة، سئمت من هذه الأجهزة، سئمت من الممرضات، سئمت من العلاجات، أخرجني من هذه الغرفة، أريد أن أموت وأني حرة طليقة، أريد أن أموت في بيتي. فولدها أخذها إلى بيتها، وكانت مقعدة لا تتحرك، فقالت: أي بني، أريد أن أتوضأ للصلاة. فأخذها إلى الحمام ووضأها للصلاة وجعلها تصلي. فمكثت مدة من الأيام وهي على تلك الحال، ثم مرة نادت ولدها وقالت: أي بني، أريد أن أصلي لله ركعتين، أريد أن أصلي لله ركعتين. فجاء ولدها وأخذها إلى الحمام ووضعها للصلاة ووضعها السجادة فصلت. فما هي إلا الركعة الأولى، السجدة الأولى، السجدة الثانية، الركعة الثانية، السجدة الأولى، السجدة الثانية، لم تقم بعدها أبدا، لم تقم بعد السجدة الثانية أبدا. فتأخرت، فمكث ولدها ينتظرها الدقيقة والدقيقتان والخمس ولم تقم أبدا. فخاف ولدها وذهب لينظر إليها، هو ظنها أنها تدعو الله عز وجل، فذهب لينظر إليها فوجدها أنها قد فارقت الحياة، فحزن حزنا شديدا على فراقها، وفرح فرحا شديدا على الخاتمة الحسنة التي ختمت لها، لأنها محافظة على ما خلقها الله عز وجل من أجله، أدت العبادة وهي في أشد مرضها مقعدة لا تستطيع أن تتحرك. فما عذرنا نحن أمام الله عز وجل، وما عذر كثير من شباب المسلمين أمام الله عز وجل؟ هذه المرأة توفيت وهي ساجدة، فنادى ولدها بالناس ليأتوا وليغسلوها، فجاءوا ووجدوها ساجدة، أرادوا أن يثنوا يديها فلم يستطيعوا، أو أن يثنوا رجليها فلم يستطيعوا. فقال بعضهم: اثنوا يديها حتى وإن تكسرت، واثنوا رجليها حتى وإن تكسرت. فقال لهم ولدها: انتظروا. فاتصل بأحد المشايخ وقال له: أمي توفيت وهي ساجدة، فما الذي نفعل؟ هل نثني يديها ولو تكسرت أم نبقيها على ما هي؟ قال ذلك الشيخ: لا تثنوا يديها ولا تثنوا رجليها، وإنما غسلوها وهي ساجدة، وكفنوها وهي ساجدة، وادفنوها وهي ساجدة،
لعلها تبعث إلى الله عز وجل وهي ساجدة، لعلها تبعث إلى الله عز وجل وهي ساجدة. فيجب علينا أن نبادر إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، وأن نستغفر الله عز وجل على ما بدر منا، وأن نفتح صفحة جديدة، وأن نؤدي الصلاة في أوقاتها ولا نتخلف عنها أبدا مهما كان الأمر، سواء في مرضنا أو في صحتنا أو في غير ذلك من الأمور. يجب علينا أن نؤدي الصلاة في أوقاتها وأن لا نتخلف عليها أبدا. تب إلى ربك عز وجل قبل أن يأتي بك ذليلا مبسورا جرا إليه. تب إلى ربك عز وجل مبادرة منك، رغبة منك، طمعا منك بالمغفرة وبالتوبة من الله عز وجل. تب إلى ربك سبحانه وتعالى قبل أن تقول رب ارجعون. لماذا تريد أن ترجع إلى الحياة الدنيا؟ تقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فماذا يكون الجواب لك يا من تخلفت عن العبادة وتركت الصلوات وسمعت النداء وتخلفت عن الجماعات وسمعت الواعظون وسمعت المحاضرون وسمعت الخطباء يخاطبون على هذا الأمر، وما زلت تتكاسل عن هذه العبادة وعن هذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله عز وجل عليك. فيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تب إلى ربك عز وجل قبل أن تقول ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. تب إلى ربك عز وجل قبل أن تقول يا ليتني كنت ترابا. تب إلى ربك عز وجل واحذر من مصاحبة جلساء السوء، أولئك الذين لا يحضرون الصلوات ولا يؤدونها، فإن الصاحب ساحب. واحذر يا عبد الله، فإنك يوم القيامة ستأتي وتقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا يا عبد الله؟ لماذا لا تتمنى أنك لم تجالس ذلك الرجل ولم تجالس ذلك الشاب ولم تجالس ذلك الصاحب؟ لماذا تتمنى ذلك؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإياك ثم إياك أن يكون هذا حالك وأن يكون هذا مقالك. فتب إلى ربك عز وجل وافتح صفحة جديدة وتفكر لماذا خلقك الله عز وجل ولماذا أوجدك في هذه الحياة الدنيا. قد جعل الله عز وجل هذه الصلاة ثاني أركان الإسلام وجعلها من أحد مبانيها العظام. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. كل بشارة وكل نجاح وكل توفيق يأتي بعد الصلاة، فإن الله عز وجل قرن الصلاة بالفلاح، حيث ينادي المنادي فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قرن الصلاة بالفلاح،
فإياك يا عبد الله إن كنت تريد توفيقا فعليك بالصلاة، وإن كنت تريد رزقا حلالا فعليك بالصلاة، فالله عز وجل سيفتح عليك. فأسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين العاملين بما أوصانا به جل وعلا، وبما أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإياكم يا عباد الله أن تتخلفوا عن هذه العبادة العظيمة وعن هذه الشعيرة العظيمة التي افترضها الله عز وجل عليكم. ختاما أسأل الله بمنه وكرمه أن يكفينا وإياكم شر الأشرار. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، حيث أمرنا جل في علاه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله عز وجل أن يقيني وإياكم وأن يجعلنا ممن صام وقام، وممن أدى هذه العبادة وهي الصلاة، وممن قامها. واسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يجعل هذه الموعظة عبرة لنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.